بعد ما رجعت لنا القدس سلمناها على طبق من ذهب. صلاح الدين الايوبي حررها من الصليبيين بعده ب 40 سنه، بس السلطان الكامل سلمها لهم. لما مات صلاح الدين ولاد اخواته اتنازعوا على الحكم وانتقل الحكم لابن اخوه السلطان الكامل. وقتها الصليبيين برضه ما كانوش على بعضهم. الامبراطور فريدريك الثاني في اوروبا المسيحيين ضغطوا عليه يرجع القدس لدرجه انهم كفروه وحرموا عليه دخول الكنيسه، خصوصا انه كان بيقرا في علوم المسلمين وبيعرف يتكلم عربي. فريدريك سافر للشرق، قعد مع السلطان الكامل وقال له ايه رايك بدل ما ندب حرب ما تيجي نتفق، الصليبيين ياخدوا القدس وبيت لحم والنصره ونسيب لك المسجد الاقصى واسوار القدس. الكامل لقى دولته منقسمه والحرب كده كده على الابواب، فقال يشتري شويه وقت ووافق على معاهده يافا سنه 1229. المسلمين اعتبروها خيانه لدرجه ان الامام الجوزي هاجمه في خطبه الجمعه: يا راجل اشحال ما كنتش متربي في قصر صلاح الدين. والمسيحيين اعتبروا فريدريك باع القضيه لانه صالح المسلمين، لكن فريدريك توج ملك على القدس في موكب بسيط كده من غير كنيسه عشان لسه متحرمه عليه. وفضل الوضع كده 10 سنين لحد ما الاوضاع اتحسنت والهدنه خلصت وانفجرت الحرب واستعاد المسلمين القدس مره تانية، وده استفز اوروبا. فطلعت حمله صليبيه بيقودها لويس التاسع اللي نزل مصر وغزا دمياط، لكن يتقبض عليه ويتأسر هو وجيشه. ودي كانت اخر حمله صليبيه على الشرق، لكن تضيع مننا مره تانية. القدس كانت دايما مرايه لحال المسلمين، كل ما توحدنا رجعت وكل ما انقسمنا ضاعت. بس انا عايز رايك في الكومنتات، اللي عمل السلطان الكامل ده خيانه ولا سياسه؟ وهل الارض بترجع بالمعاهدات ولا بالقوه؟